السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا بيكم يا أبطال. عاملين إيه؟ وحشتوني. إن شاء الله تكونوا دايما جاهزين. طيب النهارده إن شاء الله هنحل الامتحان المتوقع لشهر فبراير ومارس بتاع يوم الأحد. طبعا هنا بيقول لك نشر استماع ليس لنشر الشائعات أي تأثير على سلامة المجتمع واستقراره. طبعا غلط، أكيد لأ يعني. إن شاء الله بقى طبعا في الامتحان تسمعوا الفقه. نشر الشائعات والأكاذيب يضعف الهوية الوطنية لكنه يقدم قدوات حسنة. غلط. طيب ماذا تستهدف الحروب الجديدة من وراء نشر الشائعات؟ طيب واحدة واحدة. أول حاجة تفكيك المجتمع. حلو أهو، تفكيك المجتمع. ماشي. إيه تاني؟ تحطيم القيم والمبادئ. هدم الوطن وهدم الوطن. طيب ادي يا عم الاستماع. تعالى سريعا كده يا وحش نرجع للقراءه ونخلينا ايه مصحصحين. التعبير الكتابي طبعا تلخيص القصه، مش عايزك تكون قلقان. بيقول لك هنا ايه؟ الشائعات نار تبدا بكلمه لخصها في سطرين لكنها قد تحرق مجتمعا كاملا، فهي تنشر بسرعه بين الناس دون تثبيت او دليل فتزرع الشك والفرقه ما انا عايزك تعمل ايه؟ خد السطر الاول والسطر الاخير وخليها عليا. حلو؟ يبقى انت هتاخد ده اهو كله سطرين اهم دون تثبيت بس. ادي اول سطر. طب والتاني اهو، لذلك وجب علينا ان نتبين قبل ان نتقن وان نتحرى الصدق حتى لا نكون اهو بس. هتاخد السطر الاول والاخير وانسان يقطع عنواني. حلو. تعال بقى نشوف القراءه. الجوهره المصريه الشهيد محمد ابو شقره. لم يكن محمد ابو شقره يبحث عن المجد الشخصي بل عن حمايه بلده واهله من اي تهديد. شارك في العديد من العمليات التي استهدفت بؤر الارهاب في شمال سيناء وكان بارزا في مجاله حتى عرف بين زملائه بالشبح لما لهم قدره كبيره على التخفي وتنفيذ المهام المكلف بها وسرعه التعامل مع الطوارئ والتصدي للمخاطر ودفعها، فاصبح واحدا من افضل الضباط في العمليات الخاصه، لذا اسندت اليه العديد من المهام الخطره. خلي بالك هنا بيقول لك هات كلمه معناها مناطق تجمع. طبعا هنا يعني ايه بؤر؟ احنا خدناها، لازم تبقى بقى تفتكر معايا معاني الكلمات. ها حلو. كلمه مضادها الظهور. طبعا هنا ايه؟ التخفي. لذا اسندت اليه العديد من المهام الخطره. لما يديك لذا يبقى نتيجه، لذا نتيجه، لذا نتيجه، لذا نتيجه على طول وش. يبقى دي كده على طول ايه؟ هوب 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 نتيجه. هوبا. ما اللقب الذي يطلق على الشهيد محمد ابو شقره؟ طبعا هنا الشبح. ولماذا؟ او لقدرته على التخفي وتنفيذ المهام الصعبه. حلو. من نص مصر يا جنة الدنيا. حلو. تعالى بقى هنا بيقول لك ايه؟ مصر نادتنا فلبينا نداها وتسابقنا صفوفا في هواها فإذا باغ على الأرض رماها ترخص الأرواح والدنيا فداها ونروي بالدم الغالي ثراها ونخوض الموت في كل البقاع. تمام. هات من الأبيات ما يأتي كلمة معناها معتد ظالم اللي هي مين؟ باغ. يبقى هنا أهو باغ. كلمة مضادها أعرضنا. طبعا يعني إيه؟ لبينا، يعني أجبنا. عكسها أعرضنا. ضع علامة صح وعلامة خطأ أمام العبارة التالية. أبناء مصر رفضوا نداء وطنهم. لا طبعا غلط. حلو. ما موقف أبناء مصر إذا تعرضت للاعتداء؟ طبعا إيه؟ التصدي للأعداء ومواجهتهم. ماشي. ما علاقة فلبينا نداها بما قبلها؟ الفاء وجملة فعلية نتيجة، الفاء وجملة فعلية نتيجة، الفاء وجملة اسمية تعليل. يبقى هنا اهو نتيجة. ماشي. خلي بالك ان هو ممكن يجي يقول لك هنا ايه؟ استخرج تعبيرا مجازيا او ما الجمال. لما يقول لك هنا في النص التعبير يدل على ايه؟ تروح شارح التعبير، تكتب اللي انت فهمته. لو قال لك ما الجمال تروح كاتب بقى ايه؟ شبه الشاعر، صور الشاعر وهكذا. يبقى ايه؟ تعبير مجازي عندك، او ما تقولش تعبير مجازي، قول صور او شبه. عندك مصر نادتنا، شبه الشاعر مصر بانها شيء ينادي او انسان ينادي. عندك هنا ونخوض الموت، عندك برضو نخوض الموت. هنا نخوض يعني نواجه، شبه الموت، شبه الشاعر الموت بايه؟ بإنسان يواجه. هنا ترخص الأرواح، يبقى هنا شبه الشاعر الأرواح بشيء له ثمن يرخص.
ونروي بالدم الغالي، عندك ونروي شبه الشاعر الماء الدم بانه مثل الماء، نروي به ايه؟ التراب. ماشي. القواعد النحويه: منح المدير العاملين مكافأة كبيرة تقديرا لإخلاصهم في العمل فازداد حماسهم وشعروا بقيمة وجودهم، ولقد علمتهم قادرين على الارتقاء بوطنهم ويقاسوا الوطن بما فيه من رجال مخلصين. حلو. وهنا عايز كلمة تقديرا. منح المدير العاملين مكافأة كبيرة ليه؟ تقديرا، يبقى مفعول لأجله. سألت بليه ورد عليا يبقى مفعول لأجله. يبقى هنا مفعولا لأجله. ماشي. ماله؟ منصوب وعلامته الفتحة. وجودهم طبعا هنا وشعروا بقيمة أو قيمة نكرة زائد معرفة يبقى المعرفة مضاف إليه. نكرة زائد معرفة يبقى المعرفة مضاف إليه. يبقى هنا وجودهم مضاف إليه مجرور علامته الكسر. مضاف إليه مجرور وعلامته الكسر. ماشي. بيقول لك هنا فعل ينصب مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر واذكرهما. منح، مين اللي منح؟ المدير. منح ماذا؟ العاملين. ماذا؟ مكافأة. يبقى اهو عندك العاملين مفعول اول، وادي مكافأة مفعول ثاني. يبقى هنا اهو منح، وهنا العاملين ومكافأة. ماشي. فعل مبني للمجهول وحدد نائب، وهنا بيقول لك ويقاس. امال المبني المعلوم كان ايه؟ يقيس. يقيس. قلنا هنا بنعمل ايه؟ بنحدد العله نرد العله للالف، بنحدد عله نرد العله للالف. يبقى الياء والواو كانوا عله. يقول يقال، يقيس يقاس. يبقى اذا مين اللي بيقاس؟ الوطن. يبقى هنا اهو عندك الفعل هيبقى يقاس، وعندك النائب هو مين؟ الوطن. فعل مبني للمعلوم وحدد فاعله. عندك منحه، ومنحه مين اللي منحه؟ المدير. خلاص الحوار خلص. ادي منحه وادي المدير. مبني للمعلوم هتدور على اي فعل بقى غير مبني للمجهول. حلو. عاقب القاضي الخارجين عن القانون ابن الفعل. يبقى هنا خلي بالك لما تبني، قبل ما تبني للمجهول هات الفاعل والمفعول. حلو. ادي الفاعل وادي المفعول. ماشي. اعمل ايه بقى؟ اهو خلي بالك ان فاعل بيبنى على فوعل. عاقب عوقب، ضرب ضورب، كافأ كوفئ. يبقى هنا هنعمل ايه؟ هنقول عوقب. ماشي. هنعمل ايه مع الماضي؟ ضم الاول واكسر ما قبل الاخر. عوقب. حلو. هنا هنشيل القاضي، هيبقى لي مين؟ الخارجين. ده مفعول به ومنصوب بالياء. لما ترجع المفعول نائب عن الفاعل بتدي له حكم الفاعل، يعني بيبقى ايه؟ مرفوع. يبقى هنا عوقب الخارجون عن القانون. القواعد الإملائية: صوب الخطأ. تغرس المدارس القيم التربوية في النشء فهم أبناءنا. غلط. ويجب المحافظة عليه. حلو. كلام جميل. تغرس المدارس القيم التربوية في النشء. لا طبعا دي قبلها ساكن تبقى كده الهمزة قبلها ساكن توضع على السطر. فهم أبناءنا، لا هم أبناؤنا. ليه؟ عشان دي خبر، يبقى نحط الهمزة دي اسمها همزة إعراب. لو منصوبة تبقى على السطر، لو مجرورة تبقى على نبرة، لو مرفوعة تبقى على الواو. يبقى هنا أبناؤنا. وبكده نكون خلصنا إن شاء الله. أشوفكم على خير بعد الامتحان. طمنينوا عليكم، هتوحشوني قوي. سلام. ذاكروا كويس.